طريقة تسوية البفتيك الكداب اللي فرزناه مع بعض. البفتيك اللي مش بفتيك. تخيلي لما تعملي شريحة بفتيك من لحمة مفرومة، مين هيصدق ان دي لحمة مفرومة اصلا؟ البفتيك الكداب اللي عملناه من نفس الخلطة اللي كانت من كيلو لحمة مفرومة، طلعنا 3 كيلو لحمة مفرومة. من ضمن ال3 كيلو دول كان فيهم كيلو بفتيك زي ما انتوا شايفين كده، بسم الله ما شاء الله. وطبعا ما كناش سويناه مع بعض، وكان الكل بيسألني انت هتسويه ازاي او طريقة تسويته ازاي. عايزة اقول لكم ان هي سهلة جدا وبسيطة قوي، مفيش فيها اي مشكلة زي ما انت شايفة كده، بسم الله ما شاء الله. شايفين بسم الله ما شاء الله. وعايزة اقول لكم كمان ما اخدش مني نار خالص. شايفين قد ايه اللحمه مستويه وجميله وشكلها بجد، وكان طعمه في منتهى الجمال. شايفين طري قد ايه في ايديكي، بسم الله ما شاء الله، تحفه. هسيب لكم اللينك بتاع الفيديو اللي كنا مصورين فيه كيلو اللحمه مفرومه وطلعنا منه 3 كيلو بثلاث وصفات مختلفين في صندوق الوصف. تعالوا بينا نشوف هنسوي البفتيك بتاعنا ازاي. عندي هنا كوبايه من الميه من الحنفيه عاديه خالص. هحط عليها معلقه من الفلفل الاسمر ومعلقه كبيره من الملح. شايفين بسم الله ما شاء الله، سهلة جدا وبسيطة قوي. هضيف عليها معلقة كبيرة من السبع بهارات اهوت زي ما انت شايفة كده، بسم الله ما شاء الله. وكمان معلقة كبيرة من البابريكا. عايزة اقول لكم ان البابريكا هنا بتفرق في الطعم جدا، وكمان في اللون بيبقى شكلها وطعمها خطير قد ايه بجد. بيفرق جدا في طعم اللحمة. معلقة كبيرة من البصل البودر. شايفين سهل جدا جدا، مفيش فيه اي مشكلة. هحط عليه معلقة كبيرة من توابل اللحمة ومعلقة كبيرة من الكزبرة الناشفة، واقلبي بقى البهارات دي كلها مع بعض زي ما انت شايفة كده في الخلطة الحلوة دي. عايزة اقولك هي مية مبهرة، بس بجد بجد بيبقى طعمها وريحتها بيفرق جدا وخطيرة قد ايه. هضيف عليهم كوباية كبيرة من الدقيق زي ما انت شايفة كده، وابتدي بقى اقلبي العجينة بتاعتك كويس جدا زي ما انت شايفة كده. انا عايزة السمك ده يبقى مايل لقوام الطحينة، ما تبقاش تقيله قوي ولا خفيفه قوي علشان تلزق على قطعه البفتيك، ولا فيش فيه لا بيض ولا لبن ولا اي حاجه خالص. التغطيه اقتصاديه وسهله جدا وبسيطه قوي. عايزه اقول لكم بجد بتفرق جدا في الطعم. طعمها بجد في منتهى الجمال. تعالوا بينا بقى نعمل الكفر الخارجي. هجيب كوبايه من الفيجيتار ده سايب بيتباع عند العطار مبهر، بسم الله ما شاء الله، بيبقى ريحته تحفه. ونص كوبايه من البقسماط، وهقلبهم كويس جدا. مش هضيف لهم اي اضافات ولا ملح ولا اي حاجه، لان بيبقوا مبهرين ومتبلين زي ما انتم شايفين كده. ادي البفتيك بتاعنا بقى اللي احنا كنا مفرزينه مع بعض. طبعا مش هطلعه من الفريزر الا لما اشتغل فيه على طول، يعني اول ما اشتغل فيه واجهز حتى الخلطه اللي انا هعملها دي كلها، ابتدي اطلعه بقى من الفريزر. ما تنسيش ان هي لحمه مفرومه. اول ما ابتدي ان انا اشتغل فيها اقوم مطلعاه زي ما انتم شايفين كده. وطبعا كنا حاطين الشريحه بين كيسين. شايفين طلع معايا بكل سهوله، ولا لزق في بعضه ولا في اي مشكله خالص اهو. شايفين بكل سهوله بطلع شريحه البفتيك بتاعتي. شايفين بسم الله ما شاء الله، عملت بفتيك من غير بفتيك. البفتيك الكداب بجد طعمه خطير جدا جدا. عايزه اقول لكم والله طعمه احلى من البفتيك اللي بحقيقي وحقيقي اللي باللحمه العاديه. على الاقل ساعات بتحسي ان هو بيشد منك وكده، ده ما فيش فيه كلام من ده خالص. هنزل بقى بشريحه البفتيك وهي متلجه، لازم تكون متلجه في قلب التغطيه السايله زي ما انت شايفه كده. وابتدي بقى اقلبها تقليبه كده على الجنب ده والجنب ده، علشان اتاكد ان هي اتغطت كويس من الكفر اللي احنا عاملينه ليها ده. وهبتدي انزل بيها بقى على الفيجيتار، وابتدي اضغط عليها من كل الجوانب علشان اتاكد ان شريحه البفتيك بتاعتي اتبلت كويس جدا زي ما انتم شايفين كده اهو، بسم الله ما شاء الله. لازم تشتغلي فيه وهو متلج. ما ينفعش ابدا تشتغلي فيه وهو مثلا طالع حتى من الفريزر بقاله 10 دقايق، هتلاقيها حلت في ايديكي خالص ومش عارفه تتحكمي فيها. زي ما انت شايفه كده لازم تشتغلي فيه على طول. ومجرد ما تخلصيها لازم تنزلي بيها على الزيت على طول. يعني مثلا ما تتبلهاش كلها وتبنيها وتسيبيها في جنب كده لحد ما تخلصي الكميه كلها. هتيجي تبصي تلاقي البفتيك بتاعك حل ومش هتعرفي تتحكمي فيه. تعالوا نعمل كمان شريحه تانية مع بعض زي ما انتم شايفين كده اهيت. انا طلعتها من الكيسه على طول وهي متلجه برضو. نزلت عليها في الخليط السائل زي ما انت شايفه كده، وقلبتها على الجنب ده وعلى الجنب ده عشان اتاكد ان هي شربت من الخلطه السائله بتاعتي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وهنزل بيها على الفيجيتار وابتدي ابنيها بقى من كل الجوانب، واتاكد ان هي اتغطت كويس جدا زي ما انتوا شايفين كده، بسم الله ما شاء الله. عايزه اقول لكم خطوات سهله جدا وبسيطه قوي، بس النتيجه في الاخر بجد تحفه وممتازه. جربيه بالطريقه دي صدقيني هتعتمديها على طول. غير انه اقتصادي، وعايزه اقول لكم طعمه في منتهى الجمال. مش مكلف خالص خالص. إيه، مفيش فيه لبن ولا بيض ولا اي حاجه خالص. وعايزه اقول لكم ان النتيجه واحده، مش هتحسي مثلا بفرق ان هو مش حلو ولا كلام من ده، لا بالعكس طعمه ما
يفرقش خالص خالص عن اللي احنا بنجيبه الجاهز. وبعد ما خلصت اول شريحتين طبعا مش هسيبهم في جنب زي ما اتفقنا، هنزل بيهم على زيت غزير يكون سخن. وطبعا لازم يكون الزيت سخن جدا جدا، اتأكدي ان الزيت بتاعك سخن. وطبعا ما تنزليش في زيت بارد، علشان لو الزيت بتاعك مش سخن الكفر بتاعك هيفك منك ومش هتعرفي تتحكمي فيه والوصفة هتبوظ منك. وطبعا مش هقلبه ولا هاجي جنبه خالص خالص الا لما احس ان هو اخد لون من الجنب التاني واحمر معايا خالص. لان طبعا لو حطيت فيه شوكة او اي حاجة وجيت اقلبه الكفر بتاعه هيتجرح مني وهيقع برضو، هيبقى شكله مش لطيف وكمان هيبوظ مني. زي ما انت شايفه كده اهو، ابتديت اتحرك فيه لما حسيت ان هو عمل على الوش كده وطلع لفوق زي ما انت شايفه كده اهو. اتقلبته بكل سهوله بعد ما اخد لون بالشكل ده. عايزه اقول لكم ان انا بسويه على نار عاليه، مش نار واطيه ولا حتى وسط، ما غابش مني خالص خالص ولا اخد معايا وقت. شايفين سهل قد ايه؟ مفيش اسهل من كده. بتنزليه على نار عاليه ومجرد ما ياخد لون من الجنب ده تقلبيه على الجنب التاني ياخد لون على الجنب التاني بتطلعيه على طول. وبيبقى على فكره بيبقى ضامنه سوا جدا، بيبقى مستوي وطعمه في منتهى الجمال. شايفين بسم الله ما شاء الله. عايزه اقول لكم ان الوصفه دي بجد في حته تانية خالص، موفره جدا جدا من الاول للاخر. يعني مجرد ما بتعمليها كده وتفكري فيها، تخيلي لما تجيبي كيلو لحمه مفرومه تطلعي منه 3 وصفات من ضمنهم كيلو بفتيك. قد ايه وصفه اقتصاديه وسهله وبسيطه. شايفين بسم الله ما شاء الله. بعد ما طلعت البفتيك بتاعنا شايفين الحلاوه والجمال، بجد وصفه خطيره وفي منتهى الجمال. جربها صدقيني هتلاقيها موفره معاكي جدا واقتصاديه. وطبعا احنا داخلين على عيد وكل سنه وانتم طيبين. جربي الوصفه دي صدقيني مش هتندمي وهتعتمديها على طول. وطبعا لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناه وفعلي الجرس على كلمه الكل عشان يوصل لكم اشعار بكل فيديوهاتي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.